7 بتوقيت غرينتش. في خطابه الوداعي أمام الآلاف من أنصاره، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إن الولايات المتحدة أقوى وأفضل مما كانت عليه قبل 8 سنوات. 5 من موظفي الإغاثة الإماراتيين بين قتل الانفجار الذي استهدف دارا للضيافة في مدينة قندهار الأفغانية. القوات العراقية تقول إنها حققت المزيد من التقدم في معركة استعادة الموصل. حكم بالإعدام بحق رجل أدين بقتل 9 أمريكيين من ذوي البشرة السوداء في كنيسة بساوث كارولاينا. نشرة الأخبار من لندن BBC يقرأها علي أسعد. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة أقوى وأفضل مما كانت عليه قبل 8 سنوات أمضاها في البيت الأبيض. وفي خطابه الوداعي أمام الآلاف من أنصاره في مدينة شيكاغو حيث انطلقت مسيرته في العمل السياسي، عدد أوباما الإنجازات التي تحققت خلال ولايتيه، ومن بينها النمو الاقتصادي والاتفاق النووي مع إيران وتطبيع العلاقات مع كوبا، لكنه حذر من استمرار وجود تهديدات للديمقراطية منها عدم المساواة والعنصرية. كما وعد أوباما بعملية انتقال سياسي سلسة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. خلال